عصام عمر مش بس اتصدر ترند جوجل وخلاص، ده اتصدر بسبب أداء لافت ومختلف في مسلسله الجديد عين سحرية اللي اتعرض في رمضان 2026. في عين سحرية عصام عمر بيقدم شخصية شاب بسيط شغله فني تركيب كاميرات مراقبة، لكن حياته بتقلب فجأة لما بيدخل في شبكة أسرار معقدة، جريمة وغموض وضغط نفسي. الشخصية مش بطل خارق ولا سوبر هيرو، ده واحد عادي جدا، وده سر قوة الدور. الأداء كان طبيعي من غير مبالغة، لا صريخ ولا استعراض، بس إحساس صادق وصل للناس وخلاهم يتشدوا مع كل حلقة. النجاح ده مجاش من فراغ، لأن عصام عمر أصله ممثل مسرح، ودي نقطة مهمة جدا. الراجل خريج كلية الآداب قسم مسرح جامعة اسكندرية، واشتغل سنين على خشبة المسرح ممثل ومخرج كمان. المسرح علمه الانضباط والصبر، وإنه يطلع الإحساس من جوه مش من بره، وده باين قوي في اختياراته وأدائه. أول ظهور درامي حقيقي ليه كان في مسلسل لما تامر ساب شوقية، وبعدها بدأ يظهر أكتر في أعمال مختلفة لحد ما الناس بدأت تحفظ ملامحه واسمه من غير ما تحس. شارك في مسلسلات مهمة زي لا تطفئ الشمس والرحلة، وده خلاه يقف قدام نجوم كبار ويتعلم من التجربة. نقلة تانية مهمة في مشواره كانت مشاركته في الاختيار لما جسد شخصية علي يونس، ودي كانت شخصية حساسة وفي عمل وطني تقيل، وده زود رصيده عند الجمهور وصناع الدراما. وبعدها جه عمل مختلف تماما وهو السوتس بالعربي اللي ظهر فيه بشكل شيك ومعاصر، وورى بإنه يقدر يتلون ويمشي بين أنماط مختلفة من غير ما يكرر نفسه. لكن الانفجار الحقيقي بقى كان مع بالطو، مسلسل عمل حالة. عصام عمر قدم شخصية دكتور شاب في وحدة صحية بسيط متلخبط وطيب، والناس صدقته. المعلومة اللي ناس كتير ما تعرفهاش إن عصام كان رافض البطولة في الأول، وكان شايف إن المسؤولية كبيرة عليه، وإن الأفضل يجيبوا اسم أشهر. لكن إصرار المخرج عليه غير كل حاجة، وطلع القرار صح 100%. اللي بيميز عصام عمر كمان إنه دايما بيقول أنا لا بحب كلمة بطولة ولا بسعى ليها، اللي يهمني الدور يكون حقيقي. يمكن علشان كده الجمهور حاسس بإنه قريب، مش متصنع ولا جاي يجري ورا النجومية. ومع عين سحرية واضح إننا قدام مرحلة جديدة، نضج أكتر، ثقة أعلى، واختيارات أجرأ.